كلام عن صحيفه اس الاسبانيه. ماشي طبعا الصحف الاسبانيه. اتفضل يا كابتن. طيب ابدا بصحيفه اس، اكبر الصحف الاسبانيه، بتقول في عنوانها: الاهلي يواجه ريال مدريد. فاز المصريون على سياتل ساوندرز بهدف قفشه في الدقيقه 88 ويلعبون نصف النهائي امام ريال مدريد مساء الاربعاء. ايضا في تفاصيل التقرير بقى لما تيجي تقرا الموضوع كله هتعرف ان هم بيتكلموا عن ان انشيلوتي بيتابع البطوله وهيبدا شغل على مباراه الاهلي من بكره بعد مباراه مايوركا. بكره كابتن ان شاء صحيح. الله نادي ريال مدريد عنده مباراه، وده اللي اتسال نادي عليه انشيلوتي، بيسالوه عن طبعا عن مباراه النادي الاهلي، ويمكن هو قال في المؤتمر الصحفي: انا طبعا مهتم جدا بهذه البطوله، ولكن انا دلوقتي بستعد بشكل اساسي لمباراه مايوركا، وهتابع النادي الاهلي بعد هذه المباراه. واكيد هو بتابع النادي الاهلي بشكل كبير، لان الوقت هيبقى قصير جدا جدا لو في متابعه، لكن هم متابعين النادي الاهلي من فتره وبتابعوه اكيد من سواء التقارير الفنيه وتسجيل المباريات، علشان انشيلوتي كمان يشوف الشكل الفني اللي هيلعب بيه قدام النادي الاهلي. ايضا الصحيفه في التقرير، داخل التقرير، بتتكلم عن ان دخول محمد شريف ادى لتنشيط الفراعنه، النادي الاهلي طبعا الفراعنه، وان قفشه سجل هدف ذهبي في الدقيقه 88. الحقيقه عايز برضو اقول لحضراتكم بصوا شوفوا الصحيفه الاسبانيه بتقول ايه. بتقول ان النادي الاهلي، او بتقول الفراعنه، بتقول المصريين، وهو ده كان بدايه كلام الكابتن هاني في هذا الامر. هي دي الصوره اللي النادي الاهلي بيصدرها عن مصر وعن الرياضه المصريه في العالم كله، في العالم كله. خلينا نروح صحيح، نروح كمان لانجلترا. صحيفه ديلي ميل الانجليزيه اللي كان عنوانها: حسره بامتياز لفريق سياتل الامريكي سببها الخصوم المصريين بفوزهم في الدقيقه 88 ليتقدموا لمواجهه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. طبعا حتى على مستوى انجلترا كل العالم، بقول لحضراتكم الصحف العالميه الكبرى بتتابع هذه البطوله. على مستوى انجلترا زي ما بقول لحضراتكم تاني اسم مصر، تاني بتتقال اسم مصر النادي الاهلي والمصريين، وده زي ما بقول لحضراتكم بجانب النواحي الفنيه والبطولات، لكن دي كمان انا في رايي بطوله تحسب للنادي الاهلي، بطوله كبيره جدا جدا، انه هذه الصوره المميزه اللي بينقلها النادي الاهلي عن مصر وعن الكره المصريه وعن الرياضه المصريه بينقلها للعالم كله بشكل اكتر من رائع. وده اللي شفناه وهنشوفه خلال كمان الفتره اللي جايه باذن الله في استعدادات وعناوين الصحف العالميه للاستعداد للمباراه ان شاء الله يوم الاربعاء ما بين النادي الاهلي وريال مدريد. طيب موقع مدريد يونيفرسال واللي قال رسميا ريال مدريد سيواجه النادي الاهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. بيقول ايضا ان ريال مدريد اصبح على موعد مع عملاق الكرة المصرية والإفريقية النادي الأهلي. ده كلام أحد كبير. المواقع الكبيرة في اسبانيا. كابتن هاني مش صحيح. كلام بقى هاني رمزي، ولا انا اسف يعني كابتن هاني رمزي صحيح. ولا يعني مش كلامنا احنا جوه بعض يعني. ده كلام بقى ايه، احنا بنتكلم على مستوى انجلترا، بنتكلم على مستوى اسبانيا، وكمان على مستوى فرنسا. جريد فرنسا او موقع فرنسا 24 وقال العنوان: الفوز المتاخر عن طريق قفشه يصنع نصف نهائي بين النادي الاهلي وريال مدريد. طيب ايضا موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال عنوانه: النادي الاهلي يلتقي مع ريال مدريد بعد الفوز على سياتل بهدف مقابل لا شيء. يا كابتن هاني كمان موقع MLS ده في طبعا الدوري الامريكي بيقول ان الاهلي يقصي سياتل بحسره من كاس العالم للانديه على مستوى العالم، بنتكلم على اوروبا.